تعال اما اقول لك ايه اللي هيحصل مع الزمالك الايام اللي جايه. انا مش ساحر ولا بقرا الطالع، بس انا زملكاوي بقالي سنين كتير، فاقدر اقول لك انت دلوقتي بتنافس على الدوري، مع انك من كام يوم كنت ممكن تتصدر بفرق كبير عن اي نادي تاني. هنفضل لابسين المدرب ده تقريبا لحد قبل ما الموسم ينتهي بشويه بحجه الفلوس، واللعيبه طبعا هتلعب وحش بحجه ان المدرب وحش، وفي نفس الوقت اللعيبه بتلعب وحش لان ما معهاش فلوس، ما بتقبضش. هتلاقي في لعيبة عايزة تمشي زي شيكوبانزا، زي بيزيرا، زي عودية الدباغ، زي كل الأجانب اللي جولك. الحجة الكبرى اللي يقولك إيه، أرض أكتوبر مش موجودة وهي المصدر الأساسي لينا. الإدارة هتخبي فشلها على إن ده جون إدوارد هو صاحب القرار، إحنا ملناش دعوة، وهو ده السبب الرئيسي اللي خلى الإدارة تجيب جون إدوارد في الأول، علشان أي فشل هيحصل هيلبسوه لجون إدوارد. دلوقتي إحنا في توقف دولي، والزمالك الماتش الجاي باي مش هيلعب. فالزمالك ما دام هو دلوقتي متصدر مع المصري والأهلي بفرق الأهداف، الأهلي هيلعب الماتش بتاعه والمصري هيلعب، وبيراميدز طبعا هيجي يخلص ماتشاته، فجأة هتلاقي نفسك من حيث لا تدري في المركز الخامس أو السادس. طبعا مع المدرب الفاشل اللي معانا ومع دلع اللعيبة بسبب قلة الفلوس، هتلاقي نفسك بتنافس على ان انت تنزل في ال14 نادي اللي بينافسوا على الهبوط. يعني هتلاقي نفسك في الثامن في التاسع، المهم يعني ممكن تلاقي نفسك عايز كل أملك في الحياة، بدل ما كنت هتنافس على الدوري أو حتى يا سيدي عايز تدخل دوري أبطال أفريقيا، هتلاقي نفسك عايز تدخل من السبعة علشان ما يبقاش اسمك في ال14 اللي بينافسوا على الهبوط. أول ما تلاقي نفسك في المركز الثامن السابع، يعني مشكلة أرض أكتوبر هتتحل، وهتلاقي الأرض فجأة رجعت. هتقولي بقى دي نظرية مؤامرة، دي مش عارف ايه، هقولك يا سيدي ولا نظرية مؤامرة ولا حاجة. هو طعم اترمى وانت كلت الطعم بمنتهى السهولة، ولبستنا معاك في الحيط، ولا لعبتها بذكاء ولا لعبتها برجولة. هتقولي انت متشائم زيادة عن اللزوم، هقولك لا يا سيدي، هو مشهد ومقري، واللي يقول لك غير كده يبقى كذاب.